مساء الخير يا بنات، عاملين ايه؟ ده الجزء الخاص بتقفيل الكم بتاع العباية اللي عملناها في الفيديو اللي فات. اتفرجوا على الفيديو للاخر علشان تستفادوا اكبر استفادة. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا نبدأ في التقفيل. يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. على خط الخياطة ده الاتنين على بعض كده بالظبط، شايفين؟ لازم يبقوا الاتنين على بعض بالظبط، وهنثبت بدبوس. هنجيب بقى العباية، هندخل كده من هنا من الرقبة، هنمسك كده كده، شايفين؟ هنثبت بدبابيس. انا هثبت دبوس في النص بس كده، وهنبدأ نخيط. شايفين يا بنات؟ شايفين هنا الخياطة على الخياطة ازاي؟ طبعا لازم تاخد وش مكوى كمان، ده هيبقى عليها كده شكلها حلو قوي. هنركب التاني مع بعض. هنجيب كده بالله العظيم. بتحب تستر المسلمين بجد؟ بتحب تستر اخوانك؟ ولا صرنا في ايام يبحث الانسان عن مغامز لاخوانه؟ انت عارف الصمت منجاة من كثير من الاثم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم حرج على لسانك، قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا خيرا اللي هو خيرا 100%. هي دي معنى كلمة خيرا هنا، خيرا أو ليصمت. حتى النووي رحمه الله بيقول الكلام ثلاثة: إما هو من الخير الصرف، ده يقال، وإما أن يكون من الشر الصرف، فده لا يقال، وإما أن يكون من المباح، فهذا ينظر المرء فيه فكثرته تجر إلى شر.
عشان كده شعبة بيقول رحمه الله إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. لو طولت في الكلام يبقى دخل حظ نفسي بقى، أنا بقى شايف إن عايز أتكلم شوية، عايز أطول. فهل المرء فعلا يحجم لسانه هذا؟ احنا دلوقتي فعلا بقى في طعونات عجيبة للحاجة مش ممكن بصراحة. يعني تقول على الأخ ده بيقول كذا وكذا وكذا، يقول لك والله ما قلت، أنا لا أقول ده، أنت بالك كده؟ طب أنا ما قلتش كده. تقوم تلاقيه في مجلس تاني قاعد فيه يقول لك الأخ فلان بيقول كذا كذا كذا. يا جدع قال لك ما بقولش وأنا شاهد، سمعته وهو بيقول لك ما بقولش، هو كلامه عندك مش مصدق ولا إيه؟ وإيه النتيجة؟ يعني حتى لو هو حتى بيكذب، إيه النتيجة اللي أنا أخدها؟ ما تصمت عنه. لقي رجل الحسن ابن علي فقال ابن من؟ الكلام ده بيقوله للحسن. واحنا ممكن بقى يكون من كتر ما احنا قاعدين ننكر على الشيعة اهملنا تراجم آل البيت، مع ان المفترض ان اهل السنة هم اعلم بآل البيت من الشيعة، وهم انصر لهم طبعا. لما تقرأ في سيرة الحسن رضي الله عنه، واحد قبله في الشارع قال ابن من؟ ابن مين انت؟ مع ان انت عارف الحسن لو شال ايده وخبطه قلم، والله بكلمك جد، آل بيت رسول الله اشداء، ضوء امشي كده وراهم كلهم هتلاقيهم فرسان واقوياء، قوية جدا. بالذات بقى انت عارف في الفتنة لما دخل المبتدع على سيدنا عثمان، مين اللي ردهم؟ كل الفئة دي، كل الناس دي اللي كانوا واقفين بره على الباب هجموا على الباب، ردهم 2 بس. عارف ال2 دول مين؟ الحسن والحسين رضي الله، حتى خضب بالدم، بس وقفوا على الباب، مش هتخش يعني مش هتخش خلاص، وما دخلوش فعلا كل الفئة الكبيرة دي. فحاجة، لكن خد بالك بقى، قال ابن من؟ قال أنا الحسن بن علي. فقال بك وبك، انت الحسن بن علي؟ قال له طب ده انت اصلا كذا وكذا وكذا. وطبعا الحسن بن علي في هذا الوقت كان سيدنا علي امير المؤمنين، يعني ورا عطارد مش ورا الشمس. ومع ذلك بيقول فضل سامعه لحد ما خلص خالص. فلما انتهى قال خذ هذه العمامة فشد بها رأسك، وخذ هذه الدابة فاعتمد عليها، وإن شئت أي شيء فأتني في بيتي بمكان كذا وكذا. وراح سايبه ومشي. فاستحى الرجل ولم يزل يذكره في الناس بخير. الواحد ممكن يعمل كده مع المسلمين، أن أنا أتحمل حماقة واحد مسلم يزيد عليا كده؟ ما هو دي من جملة الذلة. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، وخد بالك من كلمة يحبهم الأول دي، ويحبونه. ايه الداعي فيهم اللي ربنا سبحانه وتعالى أحبهم لأجله؟ أول صفة أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. بيقول هل يعيد الصلاة من يجتهد في الخشوع ولا يجد شيئا في صلاته؟ بص يا اخوانا، انا بقالي زمن طويل قاعد اقول للاخوه كده، بلاقي اسئله من النوع ده افضل اقول الكلمه دي، مش عايزين الرسائل السلبيه. الناس القدام حافظه الكلام ده، مش عايزين الرسائل السلبيه ان هو ايه انا بصلي ما خشعتش ابدا. انت عارف اصل الخشوع ايه هو؟ السكون. ده ابتداء الخشوع السكون. عشان كده تبقى حريص انك لما تصلي ما تتحركش. حاول قوي كده، حاول قوي انك لما تصلي ما تتحركش. ده بدايه التمرين على الخشوع. ومن اياته انك ترى الارض خاشعه. يعني ايه خاشعه بقى؟ تلاقي الايه الثانيه بقى ايه؟ وترى الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت. يبقى هامده كانت ايه؟ يبقى خاشعه في الايه الثانيه كانت ايه؟ ساكنه. الله يفتح عليك، يبقى ساكنه ساكنه. عشان كده كان عبد الله بن الزبير يصلي فيأتي منجنيق الحجاج فيلتف ببعض ثوبه ثم يمضي ولم يزل منه عضو. واقف لابس العباية كده رضي الله عنه واقف يصلي، والحجاج بقى قاعد فوق، بقى الحجاج بقى قاعد يرمي بالمنجنيق، يروح خابط المنجنيق، الحجر ينزل يلف كده، راح واخد حته من العباية قطعها وجري يكمل في سكته. عبد الله بن الزبير ما عملش كده، زي ما هو كده، زي ما هو، ما اتحركش خالص، لم يزل منه عضو. طب انت وقفت في الصلاه بتلعب ولا كنت واقف ساكن؟ قطعا كنت واقف ساكن. وانت لو وقفت في الصلاه قعدت تتحرك حركات تخلي اللي يشوفك يقول ما بيصليش، يبقى الصلاه باطله وعليك الاعاده.
يبقى انت ما عملتش كده قطعا. ما فيش حد بيعمل كده، نادر جدا نلاقي في الناس اللي هو فعلا ممكن تقول له حركاتك وصلت لدرجه ان انت تعيد الصلاه. يبقى اذا انت خاشع. طب ليه بتقول على نفسك انا مش خاشع ليه؟ لا انت خشعت، بس مش اكمن الاخوه سمعوا كتير عن السلف فقاعد باصص ان انا ابقى زيهم ولما يعمل بعمله، فلذلك مستكبر الموضوع. لا انت كده بدات والبدايه كويسه وصحيحه، اجتهد بقى، زود على الخشوع يبقى فيه مراقبه، زود على المراقبه يبقى فيه هواجس وخواطر. عارفين ابو يوسف القاضي؟ ابو يوسف القاضي مره قاعد بيقول لقى حاتم الاصم قاعد بيدي درس والناس بقى قاعده وبتسمع وبتاع. فالعلماء زمان ما كانش في حاجه اسمها واحد يخش يدي درس عشان الاخوه قالوا له تعالى ادينا درس في المسجد، يجي في درس وخلاص كده. لا كانوا يروحوا يشوفوه ده بيعرف ده ولا بيعرفش. ما بيعرفش يقول له ما تديش درس تاني، ما تتكلمش تاني. فابو يوسف قال لما اشوف الراجل ده قاعد يعظ الناس وبتاع اما نشوف. فراح ابو يوسف قاعد معاه وسمعه وهو بيتكلم على الصلاه، فاستفهمه وانت بتصلي ازاي؟ فقال له ادخل في صلاتي بالخشوع واقرا بالخضوع وكأن ملك الموت على قفايا والجنه والنار عن يميني وعن شمالي وكأن الكعبه بين يدي. فاذا خرجت من الصلاه، هو قال له كلام طويل طبعا، فاذا خرجت من الصلاه استحييت من الله عز وجل كمن عصاه. راح ابو يوسف بص لاصحابه كده الفقهاء وقال لهم قوموا فلنعد صلاه 20 سنه فائته. احنا بقى لنا 20 سنه ما بنصليش. هتوصل بقى لده، بس تبدا يعني انت كده بادئ بدايه صحيحه. ايوه بدايه صحيحه، اشتغل بقى كتير.